أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهذا هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وها هو يوم الجمعة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اكثروا من الصلاة علي في يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: وكيف تعرض صلاتنا عليك يا رسول الله وقد أردت؟ قال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فما بالنا بسيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. حقا لكل نبي مقام، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد الأئمة جميعا، ولا ينبغي علينا في أي مجلس أن نجعل دعاء الرسول كبعضنا ببعض. ما ينفعش ربنا يقول انت كده قاعدين ونقول اصل محمد عليه الصلاة والسلام قال. لا يا مولانا، هذا سوء ادب مع النبي صلى الله عليه وسلم. لما نزل قول الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، فاذا بسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان ينادي على النبي همسات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر ارفع صوتك فاني لا اسمعك. قال: يا رسول الله وكيف يعلو صوتي عليك وقد انزل الله تبارك وتعالى عليك قرآنا يتلى؟ يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي. فانت يا سيدنا لو قارئ او عالم او دكتور او مهندس، انا اقول لك يا فلان هتقول لي انت انسان جليل الادب. اقول لك ليه؟ هتقول لي انت مش عارف انت بتكلم الدكتور مين والمهندس مين. يبقى انت لما تتكلم عن سيدنا النبي تتعلم معاه الادب. والله من فاتحة الكتاب الى سورة الناس ما قال ربنا له يا محمد قد، انما قال له يا ايها النبي. انظر الى ربنا تبارك وتعالى جل جلاله، خاطبه ربنا تبارك وتعالى وقال له يا ايها النبي. قال له ربنا تبارك وتعالى يا ايها المزمل. قال له يا ايها المدثر. ان شأن المصطفى عند ربنا لكبير، فوالله لا يعرف قدر النبي الا رب النبي. حقا يا سيدي يا رسول الله ماذا يقول المادحون وما عسى ان يجمع الكتاب من معناك. صلى عليك الله يا علم الهدى، مشتاق الى رؤياك. ايها الجمع الكريم، ونحن في هذه الايام حيث حفظ الله تبارك وتعالى اهل مصر، ولا يخفى على تميم علم حضراتكم بما يجري في السودان عندما تدفن الاطفال احياء، فانت ما زلت في ستر الله تبارك وتعالى وفي كرمه. الا ما آن ان تحمد الله على هذه النعمة، الا ما آن ان تقوم لله تبارك وتعالى راكعا ساجدا آناء الليل واطراف النهار. الا ما ينبغي علينا ان نقوم لله تبارك وتعالى شكرا وتعظيما بان جعلنا من امة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. لا تكن غافلا، لا تكن غافلا ولا تكن معرضا عن ذكر الله، فوالله ما خلقنا للدنيا ولا الدنيا خلقت لنا. لا تشتكي من الايام فليس للايام بديل، ولا تبكي على الدنيا ما دام اخرها الرحيل، ولا تبكي على زمن ضاع عمرك فيه، ولكن ابكي على صاحب خاب ظنك فيه.
نسأل الله تبارك وتعالى ونحن في هذا المقام القرآني أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته. اللهم يمن له الكتاب ويسر له الحساب، واجعله يا ربنا في هذه الليلة آمنا مطمئنا. اللهم إنا نسألك يا مولانا يا علي يا قدير يا ذا الطول والإنعام، يا من لا يغيب عن سمعك كلام ولا عن قبضتك جبروت ولا شيطان. اللهم احفظ مصر وشعبها، اللهم احفظ مصر وشعبها. اجعل يا ربنا مصر عالية خفاقة وسائر بلاد المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين، واعل بفضلك يا ربنا رايتي الحق والدين. اللهم عليك بالظالمين ومن عاونهم، اللهم لا ترفع لهم راية يحقق لهم غاية ولا تحقق لهم غاية، وارنا فيهم عجائب قدرتك وعجائب صنعك يا رب العالمين. اللهم انهم قتلوا الاطفال واستحيوا النساء فاقتلهم عددا ولا تبقي فيهم احدا، وقر اعيننا يا مولانا بعز الاسلام ونصرة الموحدين. اللهم انا نسألك يا مولانا ان تشفي مرضانا وان ترحم موتانا، ولا تجعل في مجلسنا هذا شقيا ولا محروما، واجعل يا ربنا كل هذا مع مزيد فضلك هدية منا الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نذكر به عنده الان. ايها الجمع الكريم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هيا بنا لنعيش واياكم في الدوحة القرآنية المباركة الذي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من اراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن اراد الاخرة فعليه بالقرآن، ومن ارادهما معا فعليه بالقرآن. واقول لمولانا عبد الشيخ احمد: يا قارئ القرآن، حباك الله بصوت يصعد من الارض الى السماء. والله لو عاش الشاطبي يا سيدي لأخذك بالأحضان. نعيش وإياكم في آيات مسك الختام مع فضيلة العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير فخر قراء محافظة الدقهلية فضيلة الدكتور أحمد السيد إسماعيل. وإذا سمعته يقرأ فاعلم بأنه يقرأ وأن الكلام كلام الله، فليتفضل فضيلته مشكورا للتلاوة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون.
والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا من السماء بنيها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحيها
الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. لعبرة لمن يخشى. أنتم أشد خلقا من السماء بنيها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحيها. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أشد خلقا من السماء بنيها رفع سمكها أغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحيها. أخرج منها ماءها ومرعيها والجبال أرسيها متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى. وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى
الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان مرساها أنت بها ذكرها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله
إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى وإن لنا فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا صدق الله العظيم. اللهم ارحم ميتنا بكرامة القرآن، اللهم ادخله الجنة بشفاعة القرآن، اللهم أبدل سيئاته حسنات، اللهم نقه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسله من خطاياه بالثلج والماء والبرد، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر اللهم لنا وله وللمسلمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا وشفاء أمراضنا ومغفرة ذنوبنا وستر عيوبنا وشرح صدورنا وتيسير أمورنا وإصلاح أبناءنا وبناتنا وإكرام آبائنا وأمهاتنا. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مرضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفذته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله